محمد يلا وصلنا لعندك 10 كلمات سريعا. هلا ما حوعدك سريعا بس تعلق عليها بكلمه، اول كلمه تخطر على بالك. اوكي. اذا قلت لك الحب. الحب هو الحياة. الحريه. الحرية منطق. المال. مهم. الاكل الايطالي. بيك بعرف. كواترو فورماجي. في شيء عربي نفهمه؟ لانه نوع معين من الاكل الايطالي. براين ادمز. براين ادمز ستار. دلع البنات. ثقيل. ايام الولدنه. صعبة كانت. نكران الجميل. نكران الجميل. كلمة واحدة. نكران الجميل. شو بدي عنه؟ هو موجود يعني فينا نقول احلى صفة فيك؟ اني انا محمد باش. وأسوأ صفة فيك؟ كمان اني محمد باش. كمان أسوأ اني خجل يمكن شوي. تعاني موضوع الخجل؟ شوي ممكن ايه. بس كفنان لازم يكون عندك جرأة. هلا اكيد هي جرأة عم بتكون موجودة، بس دائما بكون باول لقاء دائما بكون ما في يكون محمد مثل ما الناس تعرف، يعني بكون هيك متحف يعني متشنج. لما تطلع على المسرح تحس في رهبة؟ اكيد هي الرهبة اول شيء، الواحد يكون عم بيبرد تحس حاله عم يرجف، هي دائما موجودة. ايام الولدنة مو حلوة؟ مو حلوة، صار فيها كثير قصص، صار فيها كثير مشاكل، يا ريت عدلت كثير شغلات فيها لما كنت صغير. شو كنت عدلت مثلا؟ يمكن يعني كفتره دراستي، كفتره هالفتره بحس انه هلا صار الوقت اللي عم مر فيه عم اقول يا الله شو كنت عم ضيع وقت بحياتي. كنت غيرت شيء بحياتك؟ كنت غيرت شيء يعني. كنت استفدت من الوقت اكثر. تحب الاكل الايطالي؟ كثير. وبراين ادمز؟ براين ادمز من اول حدا غنيت له شيء انجلش. دلع البنات غريب انك ما حبيته كمان. ثقيل لانه ما بحب الدلع. ما بتحب تدلع البنت؟ ما بتحب انه البنت اللي بتحبها تدلع عليك؟ هلا يعني في فرق بين الدلع وبين المياعة. انت ما بتحب؟ انا الدلع فهمته كمان ما هي شعره بين الدلع والمياعة. الدلع بمعنى الرقي يعني الدلع الراقي، بس في لما بتتجاوز حد بتصير مياعة، هون ثقيله. سالته عن نكران الجميل، تعرضتي لنكران الجميل من حدا ناسي؟ ايه اكيد طبعا. من مين؟ لا مو معقول اقول لك بالغلابه. هي عم طالب كانت محمد قبل شوي ما يجاوب دبلوماسيه وهي اللي عم تجاوب دبلوماسيه. لا بس مو معقول يعني انه اذكر اسماء اشخاص من صديق حدا يعني حبيتيه؟ لا اكيد هن الاصدقاء هن اللي عاده بيصير في نكران للجميل، بس هو بشكل عام هو مرفوض يعني انا من وجهه نظري انه يعني لازم الانسان يحفظ الجميل لو من شخص انا مثلا عندي معه مشكله، انا مثلا انا ومحمد ما بنحكي مع بعض، في مشاكل بيناتنا، بس يوما ما هالشخص اسدى لي خدمه، فالمفروض اني يكون. بس في حدا من اصدقائك المقربين نكر جميل؟ اصدقاء يعني مو شرط يكون مقرب، بطل يكون مقرب اساسا، اذا كان صديق كان مقرب يعني. طيب في نهايه هي الفقره الماضيه سمعنا محمد الباش، هلا بسمعنا بس. طيب رح بيردد وراك. تمام. شو رح تسمعين؟ رح اقول ما تفوتنيش انا وحدي. حلو. مكاوي رح اقلب على طرب، بما انه محمد قال شيء خاص انا بقلب على طرب. وحياتك يا حبيبي ريح قلبي معاك، غلوب الصبر معاك تعب الشوق وياه 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 وياه. ما تفوتنيش انا وحدي، ما تفوتنيش انا وحدي، ما تفوتنيش انا وحدي وافضل احايل بيك، ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك، وخلي شوية عليا وخلي شوية عليك.
يسلم الصوت نانسي، شكرا كثير لك على الختام، ورح ننتقل لثالث فقره معنا، بس بدنا اجوبه محدده اكثر بالفقرات الثانيه نانسي. عم بحاول جد. على كل حال ثالث فقره رح يكون فيها رتم اسئله مختلف، بدها شويه تفكير، اسئله واجوبه افتراضيه. عنوان الفقره هو خيال. خيال مجموعة من الأسئلة، 6 أسئلة رح نتوجه لكم، كل حدا يجاوب على سؤالين من الأسئلة الموجودة. هلا إذا بلشت من عند محمد بدي يقول لي نانسي، إذا بلشت من عند نانسي باسل. خير الأمور الوسط. الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس أو السادس؟ الرابع. السؤال بيقول: لو كانت الغيوم، بما انه نحن هلا بالشتويه الله يبعث الخير، عم تمطر، لكن ما عم تمطر مي، المطر، تمطر شيء اخر غير المطر، شو بتتمنى انه تمطر الغيوم السماء؟ غير المصاري؟ لا تفكيرك مو مطر مصاري. لا تفكيرك مو مادي يعني. شو ممكن تمطر؟ ما بدي اقعد اجاوب اجوبه تقليديه تبع حب وخير وسلام، بس حقول لك انه لا ولا ذهب، بلكي ورد. مطر ورد؟ اساس مو دبلوماسي. لا بس الجواب مو دبلوماسي. ما فهمت. مطر مصاري احسن. مصاري احسن. ما لا بتعرف شو مصاري؟ كل العالم تستفيد. مطر مصاري. ايه ان شاء الله تمطر مصاري. بس بتحب الورد شكلك كمان كثير. ايه ان شاء الله يبعث خير لهما. شو بتتمنى انت تمطر السما محمد؟ انا ذهب. ايه ذهب؟ ليرات. ايه بس هلا الذهب ما نانسي شو بتتمني تمطر؟ تمطر فيروسات ضد الشر، يعني بحيث اي حدا شرير يعني يفكر بيوم من الايام يصير منيح بحياته. عشان تقتل جميع الاشرار. تماما، الروح الشريره. محمد الاول، الثاني، الثالث، الرابع او الخامس؟ ثاني. لو كان بامكانك قراءة فنجان احد الاشخاص، مع افتراض انه قراءة الفنجان تعني قراءة المستقبل، اوكي، مين هو الشخص اللي بتحب انك تقرا فنجانه؟ غير انت محمد. غير انا؟ شخص ثاني. شخص جاي على بالك تعرف شو بده يصير معه او معك. هلا بقرا فنجان، رح اروح شوي سياسيا، بقرا فنجان اوباما بشوف شو هيك شو بباله. شو رح يصير معه؟ شو بده شو عم يفكر. بيعنيك؟ اكيد بيعني لي هذا الشيء، لانه كشخص العالم اول فتره تاثرت فيه كرئيس بلد، كاوباما، يعني بعرف ناس كثير بتحبه وكثير معلق فيه. فممكن بدي اعرف هو شو، يعني انا بالنسبه لي ما بيعني لي هو كشخص اي شيء، او بس انه بحب اعرف حتى ممكن الناس يشوفوا هذا الشيء او بالنهايه رئيس الولايات المتحده اللي هي اكبر دوله بالعالم. نانسي الاول. لنفترض انه العالم والزمن توقفوا تماما لمده يوم كامل، اصبح كل شيء جامد بدون حركه، الزمن واقف، انت هو الشخص الوحيد اللي بامكانك انك تتحركي. يا سلام، والعالم كله متوقف. هي عجبتني الحكايه. شو بيخطر على بالك؟ شو بتعمل؟ في كثير، وعشت فتره من حياتي كنت عم دور على هذا الشيء، اللي هو لما كنا نحضر توم اند جيري، كان في بتتذكروا البودره اللي كان يدهنها على حاله ويختفي؟ جيري. انا كنت احلم ببعض الاوقات اني اكون مخفيه ومتواجده بمكان ما، انه انا بدي اطلع شوف هذا المكان ليش؟ نعم. ليش هذا المكان؟ مو هذا المكان حصرا، يعني مثلا في ناس قاعدين بعرف مثلا عم يطبخوا طبخه وما حدا بيقول لي شو حشوره جوزاء. ايه يعني ما يعني مو من باب الحشريه، بس انا بعرف الموضوع مثلا بيخصني او ما بيخصني او شيء، مثلا بيجي بدي اعرف ما راح اقدر، فبحاول اني يعني كنت اتمنى اني احاول تكوني بكل الاماكن بدون ما حدا يشوفك؟ يعني مو بكل، في اوقات محدده بشتهي، مثلا ايام بكون ببيتي قاعده بشتهي بقول هلا لو في مثلا هيك لمحه تحملني من هون بتزتني هون. طيب هلا شو خاطر على بالك هلا يعني مشتاقه اعرف يعني هي مو موضوع قرايه فنجان، بس موضوع انه كنت على بالي ادخل على مخ حدا اللي هي انا قادره احرك شيء، اللي هي قادره تقرا حتى، صح؟ رح نتجاوز، هذا سؤال مختلف، بس نحن نعتبر يعني انه انا بشتهي اقرا افكار مين؟ يعني هلا قصدك تقول اني طلعت عن الموضوع؟ لا بس هي خيال بيمشي. يعني خلص رح نفترض بما انه هي خيال خاص بزياده. في اشخاص مثلا انا اختي من الاشخاص اللي بحب فوت لجوات مخها واقرا شو بتعرفي شو عم تفكر؟ ايه بيهمني، لانه هي كثير شخص انا بخاف عليها،
على مصلحتها مو مالك كأخت واثقة كبيرة منها؟ حتى لا طبعا في ثقة عمياء، بس بشكل عام بدك تضلك خايف، بدك تضلك عندك شو بيقولوا الهاجس انك انت تعرف يعني هلا هي شو عم بتفكر او هلا شو بدها تتصرف، لانه بحب انه يكون الموضوع بالنسبة لإلي او للوضع العام يكون صحيح. بتمنى توتي على مخ اختك بحاول، عشان إيه. تعرفي. باسل 1 2 3 1 2 3 1 1. كمان واحد. إذا افترضنا إنه قلبك هو منزل، قلبك بيت. منزل بيت مؤلف من 3 غرف وصالون، بكل غرفة قاعد شخص، مين هن الأشخاص اللي قاعدين ببيت قلبك؟ 3 غرف وصالون. الغرفة الأولى؟ حدا بكل غرفة. سنجل يعني الغرفة يا باسل مو دبل. زبطوها. ما بيكتروا طيب، الاشخاص. نعمل لك ملحق. حنحط انا والدي ووالدتي واخواتي التنتين هن 4، صاروا 3 غرف وصالون. فححطهم يعني ياخذوا راحتهم بالبيت. عيشوا حياتكم. بدك غرف إضافية؟ اكيد اكيد، مين يا ريت بتحط بيكون هيك دوبلكس مثلا. في كثير ناس يعني اذا بيكون برج بيكون احسن. في كثير ناس بيعرفوا. بس عيلتك بالدرجة الأولى. عائلتي اكيد بالدرجة. أنتوا عندك أختين؟ عندي أختين. والدك ووالدتك. يعني الغرف على قد. على قد اجوا. محمد الأول أو الثاني؟ تاني. الثاني. لو كان بالإمكان تحويل أحد المشاعر أو الأحاسيس لحبوب مثل حبوب الدواء اللي بنتناولها، شو هو الشعور اللي بتتمنى لو إنه في منه حبوب نقدر نتناولها؟ تروح على الصيدلية تشتري حمتي حب النسيان مثلا، حب التفاؤل. حب 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 الحب. حب ينباع. حب ينباع لأحد المشاعر. الحب للواحد حب للتفاؤل، حب التفاؤل. لانه التفاؤل دائما هو بيكون، بحس انه التفاؤل الواحد لما يكون متفائل كل شيء بحياته رح يتغير، كل شيء المشاعر ثانيه رح تتاثر بهذا التفاؤل اللي هو بيكون عم يعيشه. ما بتعمل حب للحب مثلا؟ لا الحب يعني موجود فيك تلاقيه، يعني حلو لما تلاقيه انت صدفه او انت ناقصك تفاؤل. تعيش حالة التفاؤل اكيد لا ما انا عن حالي اكيد يعني ناقصني تفاؤل. اوكي بالعكس مالك متفائل؟ خلص مفعول الحب. متفائل. بيروح الحب اصلا. انت بتعملي حبوب للحب؟ لا انا بعمل حبوب مو للتفاؤل، بس انا كنت بتمنى الاحساس بالاخرين. يعني في كثير ناس بتمنى يحسوا. ليش عم تطلعي فيه؟ والله ما دخل، بس يعني هيك مجرى الحديث ما دخل نظرة. بتمنى الناس يحسوا. فعن جد بتمنى ايام انه بس هيك حبه للواحد يصير يحس. ما يكون اناني. حبوب شو بدك تعمل بس؟ حبوب بلكي نسيان. حبوب نسيان مثل احلام الصغار. كثير منيح هاي. نانسي، لو كنتي احد ابطال التلفزيون او السينما او افلام الكرتون، فشو هي الشخصيه اللي بتحبي انك تكونيها؟ فيك تختاري اي شخصيه مثل سوبرمان مثلا، توم اند جيري. لا بحب ميني ماوس. مين؟ ايه ميني ماوس اللي هي مرته لميكي ماوس. الصغيره. ايه يعني ليه كانت تحط هدول. بتحبيها؟ كنت بتمنى اني اتنكر. هيك بيجوا يعني ستاندرد. صب هدول بيجوا مع بعض. اوبشن. هيك بحب يعني هيك بتحب اتنكر فيها ايامات. بتحبي شخصيتها؟ على كل حال هذا كان اخر سؤال معنا بفقره خيال. مثل ما قلنا هي مجموعه من الاسئله الخياليه، ما راح تكوني انت ميني ماوس بالاخير، وما راح يكون في للاسف حبوب للتفاؤل بالوقت الحالي، بس فينا ناخذ جرعه تفاؤل بصوتك محمد. فينا نسمع شيء؟ امان 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 يا ربي فوق النخل، فوق يابا فوق النخل، فوق مدري لمع خده يابا مدري القمر، فوق والله ما اريده بلاني بلوى. اوكي شكرا. هيك حسيت انه عشان اقول هدول
حلوة الغنية، شكرا لك محمد. هي بختام فقرتنا الثالثة خيال. رح ننتقل لرابع فقرة، وهون رح يكون في أسماء محددة لازم تقلينا إياهم، والأجوبة محددة. كل سؤال بتجاوبوا عليه بكلمة واحدة. عنوان الفقرة هو هل.